أبي الذي أكرهه. لا والله يا أبي، رحمة من الله تغشاه. أنا لو في عبادة لغير الله لعبدتك يا أبي، رحمة من الله تغشاه. ولكن أنا جاي لكم اليوم في هذا الشهر الكريم أقول عنوان مهم جدًا بنشوفه في عيون الشباب وبنشوفه في عيون الأطفال لأهاليهم، لأبوهم وأمهم. أبي الذي أكرهه. تعالَ بقى يا برنس هنا وأقول لك عيالك كارهينك ليه، طافشين منك ليه، ومش عاوزين يسمعوا كلامك ليه، والأيام المنيلة اللي إحنا عايشين فيها هي مش منيلة ولا حاجة، كلها أيام ربنا وأيام جميلة، ولكن إحنا سوء تعليمنا وسوء فهمنا للواقع وتربية الأولاد هي اللي بتخلينا نقول لكم الكلام ده. ابنك لما يعرف حاجة عنك ذلة مثلًا أو حاجة أنت عملتها وأنت صغير وتيجي على باله أو يفكر يقلدك في حاجة، سواء الزوج أو الأم، أول ما ابنك يجي يقلدك هوبا القرباج بقى والعصاية والتوبيخ والعقاب الجسدي والنفسي. إزاي بقى يا ابني كذا ويا ابني كذا، إزاي تفكر تعمل كده، وإزاي إن أنت أصلًا تتجرأ إن أنت تعمل كده، رغم إن أنت عملته قبل كده وأنت صغير، رغم إن هو شافك وأنت بتعمله أو سمعك وأنت بتقوله، فجاي تلومه دلوقتي، جاي تلومه، علمته غلط وجاي تلومه. على فكرة هو مش هيقول لك على شعوره وأنت بتعاقبه أو أنت بتوبخه، هيفضل يخزن وهينزل من رصيد حبه ليك وأنت لا تدري. ومش كده وبس، هتتفاجأ في يوم من الأيام إن ابنك مش ابنك اللي كان نفسك تشوفه. مين ده يا عم أيمن اللي هيخليني أكره أبوي؟ هاقول لك على حاجة واحدة وبقية الحلقات هتكون في السلسلة الجديدة بعد رمضان إن قدر لنا الله البقاء. ورقم واحد في المصيبة ديّة إنك تعلم ابنك أو تغرس فيه التضحية بالنفس. يعني إيه التضحية بالنفس؟ أيوه، إن أنت تغرس في ابنك التضحية بالنفس دي أول دمار للطفل، لإن التضحية بالنفس ديّة هي المثال الأقدر بالاقتداء بك أو بغيرك في أسلوب التربية. ولو وصل الطفل الإحساس ده ممكن من وجدانه أو نفسيته، الشعور ده يبقى أنت يا معلم سلمت ابنك تسليم أهالي إنه اتربى غلط. ولو الشعور ده والإحساس ده اتمكن من ابنك هيكون أنت سلمت ابنك تسليم أهالي وأنت لا تدري إن أنت ربيته غلط. زي اللي بنشوفه في فكر الجماعات المتطرفة، يبقى الأب مضحوك عليه ومغسول دماغه من رئيس جماعته ومش عارف إيه، وبعدين يجي يطبّق ده على ابنه ويحمّله المسؤولية ويحمّله التضحية ويقول له فداك ومش عارف إيه وكلام من دوّة. والطفل يا عيني ولا عاش حياته ولا الطفل استمتع بطفولته ولا حَس بالأمن، دايمًا حاسس بمشكلة كبيرة عليه ومسؤولية كبيرة عليه، وإن أنت لبّسته في حيطة وخايف من العقاب وخايف لو أنت حِدت عن رأي الجماعة والّا رأي الفكر المتطرف اللي أنت فيه، إن تحس إن الولد خلاص خرج عن المِلّة والّا عمل مصيبة والّا عمل فاحشة، يبدأ الطفل هنا يتكوّن فيه يعني كبت وكُره لأبوه. ده مما لا داعي مجال من الشك. وفي الأيام الأخيرة وإحنا شُفناها، فكرة الجامعات اللي أنتم عارفينها، مرّة واحدة أنا شُفتها برأي عيني وعاشرت ناس كتير، آآ الأطفال والأولاد والشباب تبرّؤوا من تربية أهاليهم، لإنّهم ربّوهم غلط، ربّوهم على السمع والطاعة. إيه الطفل الصغير ده يبقى يمسك شعار ويقول لك أنا جماعة كذا وجماعة كذا فين اللعب وفين القرآن وفين النماذج المشرفة اللي هو يقتدي بيها، بيقتدي بمين؟ بيقتدي بمين؟ خلّيه عُمدته النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج القرآن، ويفضل يربّي في ابنه ويزرع في دماغه الكلام الكبير، وحتى لو في الدين، حتى لو في الدين. لإن كل واحد دلوقتي بيوظّف الدين على حسب هواه أو فهمه، وفي الآخر وليس الأخير أسباب صراع الكره بين الأبناء والآباء والأمهات، ده بيبقى حالة نفسية وعاطفية، بتبقى حالة معقدة منيلة ب60 نيلة. وقسوة الآباء والأمهات على أولادهم بشكل مفرط بيحسّس الابن وقتها بالظلم الشديد من أبوه ومن أمه. والإهمال العاطفي طبعًا بين الأب وابنه بتعمل فجوة عاطفية كبيرة، وتدخُّل المُفرط في قراءة الشخص ده بيؤدي للشعور بالقهر، إن أنت تقتحم شخصية ابنك وعايز تفرزها، ده بيحس بالقهر الولد.
تضارب أفعالك، بيشوفك بتعمل حاجة وأنت بتأمره إن هو يعمل عكسها، ده بيسبب عدم الاحترام بينك وبين ابنك. وغيابك يا أب وغيابك يا أم بيخلي الطفل بيبقى عنده شعور كده بالخذلان والفراغ العاطفي. والكلام ده مش جديد، ولكنه كل يوم والتاني بنزيد ونعيد فيه. وأنا بقول من باب وذكر. الواحد مننا بيكون عارف المعلومة بس بيحتاج حد يذكره، زي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. عاوز ابنك يقول لك في حياتك وبعد مماتك: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هقول لكم قصة سريعة. كنت بصلي في أحد مساجد الكويت، بلد الثاني، أسأل الله عز وجل أن يحفظها ويحفظ مصر. كنت بصلي جنب راجل كاهل في العمر، والله يا إخوة تقريبا فوق ال90 سنة، ولكن كان واقف على رجليه كده وكان يصلي. في الأربع ركعات بتوع العشاء هو في السجود عمال يدعي يقول: رب اغفر لي والدي كما ربياني صغير. أنا ما شفتوش قال سبحان الله ولا دعا لنفسه رب اغفر لي والدي كما ربياني صغير. بعد ما صليت قلت له: يا عمي، أنا ما شفتكش بتسبح ربنا ولا بتدعي لنفسك ولا أي حاجة، بتدعي لأبوك وأمك وتقول بصوت عالي وتلهج به لكبر سنك أو صوتك المهموس أو في همس: رب اغفر لي ولوالدي كما ربياني صغيرا. قال لي: امال هدعي لمين؟ أبويا وأمي هم بسبب وجودي في الحياة، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء لهم. ليه يا جماعة؟ ليه؟ زي ما كنت بقول دايما لما احنا في رمضان وفي أمر الصدقة، والناس الغني أو الفقير هو بيتصدق وبيعلم ابنه الرحمة والتصدق، كنت أقول للواحد مثلا: تصدق. يقول لي: يا أخي الدنيا. طب عشان خاطر عيالك. يا عم ما فيش فلوس. طب علم عيالك الصدقة. محدش يرد إلا من رحم الله. كنت بقول لهم إيه وقتها؟ اجعل صدقتك هذه في مثقال حسنات والديك برا بهما وتقربا إلى الله عز وجل بالإحسان إليهما. ليش؟ ولكي يبرك أبناؤك من بعدك. ألا يستأهلان منا؟ والله يستأهلان كل خير. رحم الله أبي وموتانا موتى المسلمين، وحفظ كل أب وحفظكم جميعا بحفظه. ربنا يستركم ويسعدكم. أنا وحياتي. تحياتي.